السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ ما تنسوش الدعاء لفلسطين والدعاء لعمرو ان شاء الله. طبعا بعد بن رمضان بقى 100% اهلاوي. خلاص خلال 48 ساعة موجود في الاهلي بيتدرب اكنه مع الشناوي ومع الخطيب ومع رامي ربيعة لما يعمل الكشف الطبي خلال 48 ساعة. قبل 48 ساعة ان شاء الله يكون موجود هنا في القاهرة. كمان ماركوس بيرفض بقى طلبات وكده، لانك بيشرط بقى عايز كل صعود. انت رايح كاس عالم يا اهلي، يبقى كل صعود من الدور للدور 5 شهور، 5 شهور مش شهر ولا اتنين، 5 شهور. عايز كمان مع في دوري، خد الدوري 5 شهور، في الكاس 5 شهور، في دوري ابطال افريقيا 5 شهور. اي بطوله 5 شهور، مش شهر، لا 5 شهور على طول. هو ده بنتكلم فيه، ان انت تجيب ابنائك كمل بيهم. انت تروح كاس عالم مش يعني مش هتاخد كاس عالم يعني. مش هيبقى العين الاماراتي مثلا ويلعب النهائي مع ريال مدريد ولا. طبعا كل التوفيق طبعا للفرقه المصريه. وكمان بنشوف الكابتن محمد صلاح عبد الفتاح بيطلع يقول لي هدف نصر ميسي هدف صحيح. وكمان الكلام ده يعني كنت عارفه والله، بس طبعا ما رضيتش اتكلم فيه. اتكلمت ان الهدف ايده ثابته. هو فعلا ارجع لهدف صن داونز، ارجع لهدف صن داونز وهتلاقي نفس هدف صن داونز. كورة أسامة أبو علي شاور على إنها لم رمس ماسك إيده لمسة يد. وطبعا ما رضيش الحكم يحسبها، والفار لما رجعها ما حسبهاش لان ايده ثابته، وفي نفس الوقت الكره جايه من المهاجم او من المدافع. طالما جايه من الخصم خلاص ما بتتحسبش. لكن لو جايه من الخصم وجت في ايده وجت جون، دي بتتلغي. لكن جت برجله، ده رقص ورقص اللاعب التاني وجه شويه، جت جايه جون. طبعا والكابتن امين عمر واخد الماتش ايه على صدره قوي، يعني تحس ان هو داخل ايه. انت رايح لعبه يا كابتن امين عمر، يا حكم اللقاء. انت رايح لعبه، ما تبقاش يعني نازلين مكنشنين. وده كوره لعبه ترفيهيه، لعبه ترفيهيه، ما تاخدوش الموضوع على صدركم كده. وانت يا كابتن محمود خطيب مش كل ما تطلع من بطوله ولا كل حد ما يضايقك تروح تجيب صفقه تقيله. وانت يا عم حسين لبيب يعني انتوا جيران بينك وبين الاهلي كده مفيش 10 دقايق. عدي كده بعد يعني سيب يومين كده ولا حاجه، وخد بعدين كده واطلع بص من فوق السور كده، شوف مين اللي بيتدرب كده. هتلاقي هتخاف. انت كده هتخاف، مش المنافس، مش اللعيبه. لا انت هتخاف. هتلاقي بقى بن رمضان وبن شرقي وتريزيجيه جاي وحمدي فتحي جاي هتلاقي عتاوله جوه. واحنا بنتفرج على الزناري، بنتفرج على ايشو. يا عم حسين لبيب الكابتن ممدوح عباس بيدفع الفلوس ويطلع يزين لكم، وانتوا ما بتبانوش. يا ريتكم انتوا بتبانوا حتى في الصوره. لا مدارين ورا الكابتن عمرو الجنايني. وكابتن ميدو يطلع علينا شيكات. لا احنا مش عايزين بقى بسيريو، مش عايزين. خدوا بعضكم كده يا رئيس النادي، وخدوا بعضكم كده واقفلوا النادي، واقفوا وحطوا المفتاح تحت قدام بلاطه ولا حاجه كده، تحت بلاطه ولا حاجه قدام البوابه. لما نشوف شويه من الناشئين وياخدهم طارق مصطفى. ما قبل كده ميدو هو اللي درب الزمالك، ومؤمن سليمان وميدو شيكات وحسام حسن فعادي يعني نجيب شويه وكده وناخد الكابتن طارق مصطفى طبعا ويروح يدرب هناك. ده الموضوع التاني طبعا التصريح بتاع احمد السيد على القناه الاولى. طبعا تصريح ايه، قال لك ازاي يعني ماتش القمه يتعاد ولا 3 نقط، ولا ما خصم 6 نقط وخصم وكان الزمالك فاز و3-0 وزي ما الزمالك حصل له يحصل له. يعني ده كابتن احمد السيد مدافع النادي الاهلي. نستنى القرار يوم 8. والكابتن ممدوح عباس انت بترجعنا للعشرية السوداء. بيشرط كمان ان احنا ما نروحش الامارات. ان احنا ماشي معاك في ان احنا ما نروحش الامارات، بس ليه تأجل الماتش؟ بيراميدز هيلعب يوم واحد النهائي. هيبقى مثلا جاي تعبان وبتاع، تعرف تاخد الكاس تستر به نفسك. ما يبقاش انت وزي اهلي كده طالعين صفر بطولات. يعني خد الكاس حتى تلعب السوبر، حتى تصعدك لكاس افريقيا الكونفدراليه. يعني ليه بيتأجلوا اليوم 11 يكون لعيبة النادي بيراميدز ردوا صحتهم وخلاص، اللي عنده إصابة رجع، واللي الشد العضلي والأحمال لا خليهم لما يرتاحوا عشان ايه يجوا يلعبونا يشيلونا 3-4. ادي الكابتن ممدوح عباس بيرجعني للعشريه السوداء تاني. بص جنبيكم، بص النادي الاهلي بيعمل ايه وانتوا بتعملوا ايه. بص النادي الاهلي بيدور على مين وبيجيب مين.
ماركو روزا خلاص، ماركو روزا بيشرط على الاهلي مش جاي، بيشوفوا بقى جوميز، بيشوفوا مدربين تاني. والله اتمنى ان ما في مدرب اجنبي ينزل مصر ولا لاعب اجنبي. شكرا والسلام عليكم.